اللي بيقولك اتعب دلوقتي علشان ترتاح بعدين في الغالب كده بيضحك عليك. حياتك كلها عبارة عن صراعات متتالية ما بتنتهيش. ده اللي قاله عالم النفس الكبير إيريك إريكسون سنة 1965 لما وضح لنا في نظريته ازاي التطور النفسي للإنسان بيتم من وقت الولادة لحد ما يموت، وقسم التطور النفسي ده لثمان مراحل، كل مرحلة عبارة عن صراع نفسي مستمر من بدايتها لنهايتها. وقال إن الصراع النفسي ده ما بينتهيش وبيكون ليه دور كبير في تكوين الشخصية المميزة للإنسان. يلا بينا مع بعض نشوف المراحل دي بالتفصيل. المرحلة الأولى، ودي بتبدأ من ساعة الولادة لسن سنة. في المرحلة دي بيتولد الطفل وبيكون عاوز يوصل لإجابة عن سؤاله الوحيد: هل البشر اللي حواليا دول يستحقوا ثقتي ولا لأ؟ ببساطة شديدة الطفل أول ما بيتولد بيكون محتاج اللي يساعده، وده لأنه جاي للعالم جديد ومش عارف يعمل حاجة بنفسه، وبيقدر من خلال تفاعلات بسيطة يدرك إن اللي حواليه فعلا بيساعدوه ولا لأ. مثلا مامته بتحضنه وبتقرب منه وبتتكلم معاه وتركز معاه لما يعيط، وهكذا باباه واخواته. وللأسف لو كانت نتيجة الصراع ده إن الطفل ملقاش اللي يساعده أو يستحق ثقته بيستنتج تلقائيا إن ما ينفعش يثق في حد تاني، وتبدأ تظهر هنا المشكلة وبيكبر الطفل ده بانحرافات سلوكية بيصعب علاجها بعدين. المرحلة التانية، من سن سنة لسن 3 سنين. في السن ده الطفل بيبدأ يعتمد على نفسه، بيأكل نفسه ويلعب مع نفسه وبيعمل حمام بنفسه من غير ما حد يساعده. وهنا بيكون سؤال تاني في دماغه: هل أنا إنسان مستقل بذاتي ولا لأ؟ بس في هنا مشكلة كبيرة هتظهر لو الطفل ده مش بيساعد نفسه، أو بمعنى تاني بابا وماما معودهوش إن هو يساعد نفسه. وفي نفس الوقت ماما متضايقة من كده علشان هو مش زي ابن طنط سعاد صاحبتها. وهو في نفس الوقت بيبتدي يحس إنه خلاص أنا كبرت وبقيت 3 سنين، أنا عاوز أعمل كل الحاجات دي لوحدي. والطفل يبدأ يحس بالخجل والكسوف من نفسه، ويبتدي يتسرب ليه شعور إنه أقل من غيره أو إنه عاجز على إنه يكون إنسان مستقل بذاته في أول اختبار ليه مع الحياة. وده برضه بيتسبب قدام في مشاكل نفسية للطفل. ممكن يتسبب في إنه يكون طول فترة حياته عايش في وهم إنه حد أقل من غيره، أو حد دايما محتاج حد يساعده في أقل حاجة ممكن يعملها. واللي زي ده نادر جدا إن هو ينجح في حياته بعدين. المرحلة رقم 3، من سن 3 سنين لسن 6 سنين. هنا الطفل بيبدأ يكتشف الحاجات اللي حواليه، يبدأ يروح المدرسة والنادي أو يخرج في الشارع ويتعرف على ناس جديدة. والطفل هنا هيبتدي يغلط في الكلام لما مامته تقول له لو طنط سعاد اتصلت قول لها نايمة، فالطفل هنا ما يكدبش ويقول الحقيقة، فامه تجري عليه وتضربه بالشبشب. يغلط لما يكون على طبيعته ويحاول يشوف تليفون باباه الجديد بيطلع أغاني ازاي ومن غير ما يقصد يكسر شاشة الموبايل، وبرضه مامته تجري عليه وتضربه بنفس الشبشب. اي حاجة احنا بنشوفها غلط الطفل بيشوفها فرصة جديدة لاكتشاف العالم اللي حواليه، ولو كل مرة في الفرص دي كان بيتضرب بالشبشب هيبقى انطوائي وجبان وما عندوش اي شعور للاكتشاف او المعرفة، وعنده شعور دائم انه متهم، وبيكون دايما عاوز يبرر افعاله من غير حتى ما يطلب منه. المرحلة رقم 4، ودي من سن 6 سنين لسن 11 سنة. هنا بقى تعامل الطفل مع الناس مش هيبقى حدث جديد، وهيبتدي يشوف اللي حواليه ويقارن نفسه بيهم. هيقارن نفسه باخواته أصحابه أو قرايبه أو حتى ماما وبابا. هيبتدي يقارن نفسه بكل الناس اللي حواليه. ونظرا إننا كبشر بنحب نكون الأفضل، فالطفل هنا هيسعى دايما إن هو يكون الأفضل، بس للأسف ده من خلال وجهة نظره هو بس. مثلا المدرسة في الفصل جابت هدية للولد الشاطر، فأنا كمان عاوز هدية. أو إن ماما بتحب أخويا علشان بيسمع الكلام، فأنا كمان عاوز ماما تحبني، وهكذا وهكذا. هنا بقى لو قدرات الطفل أو إدراك الطفولي ما يقدروش يتعايشوا مع حقيقة إنه عادي مش لازم نبقى زي كل الناس أو أحسن من كل الناس، هتبقى مشكلة. ولازم الأب والأم يكون ليهم دور في تفادي المشكلة دي بهدوء، لأن الموضوع لو استمر الطفل هيبتدي يحس بنقص في شخصيته وهيكون عاوز يكمله بأي حاجة. مثلا هيكمله بإنه يشتم في اللي مش عارف يكون زيهم وأمثلة من النوع ده كتير. وبرضه المرحلة دي لو معدتش بسلام الوضع بعدين مش هيبقى كويس. المرحلة الخامسة، ودي بتبدأ من سن 11 سنة لسن 18 سنة. ودي طبعا أخطر فترة في حياة الإنسان لأن ده يعتبر سن المراهقة. واللي بيحصل في عقل المراهق في الفترة دي سؤال واحد بس، بيسأل نفسه أنا إيه؟ أو بمعنى تاني أنا عاوز أبقى إيه؟ والمراهق في الفترة دي بيتخيل إن هو كبر خلاص ولازم يحدد شكله ومنظره اللي هيتعامل بيه مع العالم الخارجي، وممكن يغير في شكله وأسلوبه وطريقته أكتر من مرة. بس للأسف بتكون غايب عليه حاجة مهمة جدا، وهي انه في الفترة دي بيكون عامل زي عجينة البسكوت، عمال يتشكل ويغير في شكله واسلوبه براحته. بس هتيجي عليه في لحظة معينة والعجينة دي هتدخل الفرن، وفي الفرن هتنشف وتستوي، واي لعبة او تغيير في شكلها هيبوظ البسكوت وهيفقدها اي تماسك. وانا هنا مش بتكلم على البسكوت. مهم جدا نخلي بالنا في الفترة دي بتقعد وبتتعامل مع مين، اهدافك وخططك شكلها ايه.
لأن ببساطة أقل موقف ممكن يأثر فيك بيشكل في تكوينك وإنت مش واخد بالك، فخلي بالك قبل ما تدخل الفرن. المرحلة رقم 6 ودي بتبتدي من سن 18 سنة لسن 35 سنة. خلاص بقى المراهق هبب اللي هببه في المرحلة اللي فاتت ودخل في مرحلة البلوغ، وهنا البالغ بيسأل نفسه أهم سؤال وقتها: هو أنا هفضل لوحدي كده كتير؟ ويقول الشاب في دماغه: أنا قضيت أول سنين عمري بكتشف العالم، وبعدها قعدت أكتشف اللي حواليا وقارنت نفسي بيهم، وبعدين فضلت أخترع في شكلي وشخصيتي لحد ما وصلت للي أنا عليه دلوقتي. جه الوقت خلاص وعاوز أخرج، بس مش عاوز أخرج لوحدي، عاوز شريك أخرج معاه، شريك أعيش معاه أحلامي وخططي وحياتي. وفي المرحلة دي ما ينفعش التفكير فيها يكون بمنطق أي حاجة في رغيف علشان نخلص. أنا مش بنكر إن الوحدة صعبة ومؤلمة جدا وإنها ممكن تبوظ لك طعم أي حاجة حلوة في الحياة، بس ما تختارش هنا بمنطق أهو أي استقرار وخلاص، لأنه مش هيكون استقرار، بالعكس أنت كده هتظلم نفسك قبل ما تظلم اللي معاك. المرحلة رقم 7 من سن 35 سنة لسن 60 سنة. فجأة بتحس إنك عايش بقالك كتير، عايش حياة روتينية مملة مش قادر تنتج فيها. والمرحلة دي علماء النفس بيسموها بأزمة منتصف العمر. بتقعد تغير حسابات حياتك، بتقعد تفكر أنا ضيعت حياتي في إيه، تلاقي نفسك إنسان تافه ما عملتش أي حاجة وبتدخل مرحلة اكتئاب. وتروح علشان تعمل أي حاجة تلاقي جسمك كبر ومش قادر تعمل حاجة فتحزن على نفسك وتدخل في مرحلة اكتئاب أكتر، وتوصل لمرحلة إنك لو راجل هتقعد على القهوة بقية عمرك تتخانق مع أصحابك، ولو انت ست هتقعدي بقية عمرك قدام التلفزيون. وطبعا قمة النجاح في الفترة دي ان الكلام ده ما يحصلش، وانك على الرغم من كل المشاعر السلبية اللي قلناها دي تقدر تنتج وتثبت نفسك، وتكتشف انك تستحق واقع افضل من القهوة، وانت لو ست تستحق واقع افضل من التلفزيون. المرحلة رقم 8 والأخيرة، ربنا يدينا طولة العمر الأول ونوصل لها، من سن 60 سنة لحد ما تموت. فجأة بعد ما كنت مش قادر تعمل حاجة بتحس إنك عاوز تعمل كل حاجة، وعلى الرغم من إنك بتكون مركب 12 صمام في القلب وعندك تبول لا إرادي، بس برضه بتكون عاوز تعيش حياتك وترجع تاني شباب، مع إن تفكيرك كله في الفترة دي بيقولك خلاص أنت رجلك والقبر وكلها يومين أو 3 وهتموت. بس المهم ان انت هنا بتسأل نفسك كام سؤال مهمين جدا، واجابتك على الاسئلة دي اللي بتكون بينك وبين نفسك طبعا اما تحسسك براحة نفسية في اخر ايامك او العكس. هل انت بعد العمر كله ده راضي عن نفسك؟ هل انت فعلا قضيت كل السنين اللي فاتت دي من عمرك لدرجة انك مستغني عن اي فرصة تانية في الحياة؟ هل انت مش قادر تخوض اي صراع تاني في حياتك؟ لو ركزت هتلاقي حياتنا كلها صراعات متتالية، في كل لحظة بنختار حاجة ونسيب التانية تعتبر صراع، بنمشي في طرق كتير ونسيب طرق أكتر برضو صراع. وهو ده اللي بيعمل شخصيتنا وتكويننا وبيعملنا إحنا اللي في الحقيقة هي نتاج صراعات متتالية. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. دمتم بخير.